بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل كشري. نزلت الشارع اشتري حاجة انا وبنتي للمدرسة، فقالت ايه يا ماما انا نفسي في الكشري. قلت لها يلا نجيب لك طبق كشري. الراجل قال لي اقل طبق كشري ب35 جنيه. قلت لها ماشي. جبت الطبق الكشري بس كان مزاجي وحش قوي. قلت لها انا هعمل لك كشري في البيت كله كده على بعضه لينا كلنا، مش هيكلف 40 جنيه. حاجات طبعا هنطلع من البيت وهنشتري حاجات ونقول بسم الله ونبدأ. قطعنا بصل جوانح وبصلة صغيرة علشان نعمل فيها الصلصة. عندنا هنا الحلة اللي ورا دي فيها حمص الشام بيتسلق، والطماطم عصرناها في الخلاط حوالي نص كيلو طماطم بس كانت حمرة، وهنعملها صلصة. حمرنا بصلاية كده صغيرة، اول ما احمرت نزلنا عليها بالطماطم اللي احنا ضربينها في الخلاط، وعليها الملح وعليها الفلفل الاسود بس. ملح وفلفل اسود بس للصلصة، وهنركنها على جنب بقى ونسيبها تستوي براحتها على نار هادية. وهنشتغل بقى دلوقتي في البصل بتاع اللي بيتحط على وش الكشري. وهنا عندنا انا هستغل الوقت بتاعي وهعمل اللي هو الثوم بالليمون ده، مش عارفه هو اسمه ايه، الدقه. وبعد كده هنعمل البصل. عندنا هنا حطيت 4 فصوص ثوم و... وليمونتين وخل. وهننقذ البصل الاول لان طبعا كان هيتحرق مني. هشيله وبعدين ارجع اعمل الدقه تاني. خلاص هو كده وصل اللون اللي انا عايزاه، ما شاء الله احمر وكان جميل كده. انا خلصت نصه قبل ما احطه على الاكل، اكلته. شيلناه كله من الحله، اركنه بقى على جنب واسيبه. وهو اصلا ما شاء الله كان بيقرمش. هنا عندنا حطينا في الخلاط 4 فصوص ثوم، وحطينا ليمونتين، وحطينا حوالي ربع كوبايه خل علشان نعمل الدقه. هنضربها في الخلاط مده شويه كويسين كده يعني علشان الثوم يتهرس كله. وهنا عندنا الحلة دي اللي كان فيها البصل، شلنا البصل على جنب ولسه فيها الزيت. هنعمل ان شاء الله النهاردة الكشري من غير سلق خالص. هنشوف ازاي. عندنا مكرونة، كان عندي مكرونة اقلام، ما اعملش اعملها طبعا. عملتها، حمرت المكرونة الاقلام نص تحميرة كده، طبعا ما احرقهاش قوي. وهنقلها في صينية واسيبها على جنب واكمل بقية المكونات بتاعة الكشري. عندنا هنا المكرونه الاسباجيتي، كان عندي شويه مكرونه سباجيتي حطيتهم، هحمرهم برضو واشيلهم مع المكرونه، ونشتغل برضو في نفس الحله، كله في نفس الحله بالزيت اللي احنا عاملين فيه البصل كله مع بعضه. الطريقه دي سهله جدا وحلوه، احسن من المكرونه بقى لما تتسلق وتعجن. ولو برد انا بسخنه. وعندنا هنا نص كوبايه شعريه هنحمرها ونعمل معاها الرز. ولسه العدس بجبه برضو هيتعمل معانا بطريقه مختلفه. انسي بقى ان انت تسلقي اي حاجه. هنا عندنا كوبايه رز حطيناها على الشعريه، هنقلبها معاها كده علشان تتشرب من الزيت ويبقى طعمها لذيذ. عندي بقى العدس بجبه انا نقعها من ساعتين بس برضه هحطه عليها واخليه كله كده مع بعضه يندمج مع بعضه علشان الزيت. وهحط هنا المكرونه اللي انا محمراها في الزيت كله في حله واحده. ونسي بقى السلق ونسي الحلل ونسي الحاجات دي كلها، كله معانا في حله واحده. هنقلب كله على بعضه كده، نجيب من تحت لفوق ومن فوق لتحت، وننزل عليها بقى بالميه. عندنا هنا الكميه دي اخدت 5 كوبايات ميه، وبرضو على حسب الكميه اللي انت حطاها الميه والملح، على حسب كميه المكرونه والرز اللي عندك. حاجه مفيش اسهل من كده، كلها حله واحده. مفيش بس غير حمص الشام، هو طبعا اللي بيحتاج ان هو يتسلق. انا عام من امبارح وحطيته يتسلق، اخد حوالي نص ساعه على النار. وعندنا اللي على الوش ده بقايا البصل، يعني ما تقرفيش منه، ده حاجه مش وحشه يعني، ده بقيه البصل. عندنا هنا خلاص حطينا الميه وحطينا الملح وغطينا عليه وسيبناه يستوي. وهنا برضو الحمص كان في قرشه كده، انا بحب يبقى في قرشه، مش بحبه مستوي قوي. وهنا الصلصه خلصت خلاص، هنطفي عليها ونبدأ نعمل الشطة. هناخد منها من الصلصة علشان نعمل الشطة.
اخدنا حوالي مغرفتين بس. ومعانا معلقه شطه حمراء كبيره هنحطها عليها ونسيبها على النار حوالي دقيقه، ما تاخدش معانا وقت، لان طبعا الصلصه مستويه، مجرد بس ان الشطه تتحرك كده معاها على النار خلاص. وعندنا هنا هننزل الخل بقى والثوم اللي احنا عملناه اللي هي الدقه، هنحط بقى في اطباق، ونحط الشطه برضو في طبق، ونجهز كل حاجه على جنب علشان نبدا نغرف. اول ما الرز يستوي خلاص عندنا هنبدا ان شاء الله نغرف. كده خلاص ما عادش عندنا غير الرز اللي بيستوي، وكده احنا خلصنا. هنبدا نغرف بقى مع بعض. هنا بقى المكرونه مع العدس اللي بجبه مع الرز مع الشعريه، كل حاجه مع بعضها في حله واحده، واستوت وبقت زي الفل. ما كانش عندي غير المكرونه الاقلام دي عملتها. بمشي نفسك باي حاجه، مش لازم اقعد اقول لا انا عايزه ده وعايزه ده، لا، اللي موجود عندي هعمله في البيت. وعندي هنا خلاص الصلصه، هنحط بقى الصلصه. طبعا كانت سخنه جدا، كل حاجه سخنه وبتطلع دخان زي ما انتم شايفين كده. حط بقى الكميه اللي تريحك. انا في عندي ما بيحبش البصل ده، وفي عندي بيحب الصلصه كتير، كل واحد يحط الحاجه اللي تريحه. حطينا الحمص على الوش، طبعا اهم حاجه البصل الورد. هنحط الدقه، وهنحط الشطه. وعايزاكم تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي ايه رايكم. والله الطريقه دي انا مجرباها وبجد حلوه جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك. مع السلامه.